يا ترى هي ايه الأخطاء اللي أغلبنا بيعملها وبتكون سبب لتساقط الشعر وتكسيره وكمان جفافه؟ استعمال المشط لتسليك الشعر وده بيخليه يتقطع ويقع. عشان كده الأفضل هو استعمال فرشة، خاصة الفرش اللي مكتوب عليها ويت برش، ودي فرشة بتكون مخصصة لمنع التشابك وفي نفس الوقت لطيفة على الشعر، لا بتشده ولا بتقطعه. وخلي بالك من نقطة مهمة، هو انه الافضل انك تسرحي شعرك قبل الغسيل، بلاش تسرحيه وهو مبلول، لان الشعر وهو مبلول بيكون في اضعف حالاته. عدم غسيل فرشة الشعر لفترة طويلة وده بيخلي الدهون والبكتيريا تتراكم عليها، وكل ما استعملها بأذي الشعر. طب ايه الحل؟ لازم تتغسل مرة كل اسبوعين او 3 عن طريق اني بحطها في مية دافية معاها صابون سايل او شاور، وانقعها لمدة 10 دقايق، وبعدها انضفها باستعمال فرشة اسنان واشطفها كويس بالمية وانشفها. عدم تغيير كسوة المخدات اللي بنام عليها مرة كل أسبوع بالكتير. طب لو شعري دهني مرة كل 3 أيام. وبرضو المخدة نفسها لازم تتهوى كويس عن طريق إني أطلعها في الشمس مرة كل أسبوع. ويا ريت لو أقدر أغسل المخدة نفسها مرة كل 3 شهور. النوم بشعر مبلول ودي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الشعر يقع، عشان كده الشعر لازم ينشف تماما قبل النوم. كتر غسيل الشعر، والناس اللي متابعاني خلاص حفظت، الشعر الدهني كل 3 ايام، الشعر العادي كل 5 ايام، الشعر الجاف كل 7 ل10 ايام. استعمال السشوار من غير محمي الشعر، زي ما اكني كده مسكت صينيه من الفرن من غير جوانتي. لازم الشعر احط له طبقه حمايه عن طريق ان انا بحط لا اما سيرم لا اما زيت، وبعديها اقدر استعمل السشوار. ارجو الاشتراك والشير وشكرا.